السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش طبعا الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بقى يا بنات، طبعا طلعت كده الفرش زي ما انتم شايفين، المخدات والبطاطين بتاعت غرفة الولاد. عايزاها كده بقى تتشمس وتتهوى، ومن وقت للتاني بعمل كده في طبعا المخدات والبطاطين، لان البطاطين والمخدات لما بتتشمس بتبقى ريحتها حلوة قوي قوي. طبعا احنا بقى في جو شتاء، عايزه اقول لكم الجو كده بيبقى متقلب من وقت للتاني. ممكن الشمس تبقى طالعه، بعد شويه تلاقي الجو كده غيم. المهم يعني ان انا طلعت المخدات زي ما انتم شايفين كده، وكمان البطاطين حطيتهم بقى على سور البلكونه. وبعد كده بقى دخلت على غرفه الولاد. اول حاجه عملت فيها ايه؟ جبت طبعا الزعافه، نظفت الحيطه كويس، وبعد كده بقى نظفت الشباك وفتحته. عايزه انظف تحت السرير عشان في حاجات مش محتاجاها، قلت كده ارصها تحت السرير. وبعد كده ابتدي انظف كده الغرفه، امسحها والمع كل حاجه. انا بصراحه ايدي دايما في كل حاجه في شقتي، واكيد طبعا انتوا عارفيني ان انا على طول بنظف كل حاجه في شقتي. المهم طبعا نظفت كده، جبت ميه دافيه وحطيت بقى فريده، عندي فريده حطيت على الميه، وابتديت طبعا امسح زي ما انتم شايفين كده. وبسيب بقى السيراميك ينشف، وبعد كده بقى الحاجه اللي انا مش محتاجاها هبتدي ارصها تحت السرير، وبعد كده هحط المرتبه. في اليوم ده بصراحة كنت قايمة بدري، كنت عايزة بقى اخلص كل اللي ورايا. يعني الحاجة طبعا انا لو ما عملتهاش مين اللي هيعملها؟ فلازم بقى اقوم كده واخلص كل اللي ورايا. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول وانت بتعملي اي حاجة، عشان اليوم بتاعك كده يبقى فيه بركة وخير، وتخلصي كل اللي وراكي من غير ما تتعبي ولا تحسي انك عملتي مجهود. المهم بقى لمعت كل حاجة زي ما انتم شايفين كده في الغرفة، الشاشه، السرير، كل حاجه بقى بلمعها. ما بتاخدش وقت ولا اي حاجه يا بنات، على طول كده الفوطه مساعداني والبخاخه في ايديا زي ما انتم شايفين كده. جبت كمان باب الغرفه برضو، قلت انضفه، مكان بقى ما الولاد بيفتحوه بيقفلوه برضو بيبقى مبصم كده، فقلت برضو امسحه وانضفه واخليه زي الفل. يعني كل حاجه في الغرفه مسحتها ونضفتها زي ما انتم شايفين كده. بما اني بنضفها يعني وكده، كنت شايله المرتبه ويعتبر بقى تنظيف عميق، فكل حاجه بقى امسحها وانضفها. جيت كمان على الشباك برضو قلت انضفه، لان برضو الشباك مكان ما بنفتحه بيبقى برضو الايد مبصمه عليه، فقلت امسحه مش هياخد وقت برضو، على طول كده امسحه وانضفه واخليه زي الفل. المهم بقى لمعت كل حاجه في الغرفه، ورجعت طبعا الحاجه اللي انا مش محتاجاها تحت السرير زي ما انتم شايفين كده. وطبعا جبت السجاده دي بنفرشها في الصيف، فلقيت نفسي مش محتاجاها، هي طبعا مغسوله ونضيفه وزي الفل. قلت احطها تحت المرتبه زي ما شفتوا كده. شلت بقى الملايات اللي عايزه تتغسل، وكمان هغسل برضو الكوفرتات لاني بقى مش محتاجاها. وجبت بقى ملايات نظيفه، وعندي بقى طبعا الدفايات دي بصراحه مش دفايات، دي كانت بطانيه كبيره عندي ما كنتش محتاجاها، فقسمتها اتنين او قصيتها اتنين زي ما انتم شايفين كده، وقلت استغلها واحطها كده دفايات، لان انا بصراحه ما عنديش دفايات لغرفه الولاد. المهم نظفت السرير وفرشت عليه بقى الملايه والدفايه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى جبت ميه نظيفه غير طبعا الميه اللي انا مسحت بيها تحت السرير، وحطيت برضو عليها معطر، وابتديت امسح السيراميك زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات، السيراميك طبعا عشان هتفرشي عليه سجاد لازم تسيبيه ينشف، لانه في الشتاء يعني بيقعد شويه كده على ما ينشف. المهم بقى مسحت الغرفه وخليتها زي الفل، وبرده بقيت الشقه نظفتها وخليتها زي الفل. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في اليوم بتاعك وتخلصي كل اللي وراكي. خلاص بقى مسحت السيراميك ونشف ده، خرجت بقى جبت المخدات زي ما انتم شايفين. في الوقت ده بقى يا بنات بتبقى ريحتهم حلوه قوي، لان طبعا بيبقوا تشمسوا كده وتهووا وتعقموا، والبطاطين كمان بتبقى ريحتها حلوه قوي قوي. المهم بقى لبستهم الاكياس زي ما انتم شايفين كده، وحطيتهم طبعا على السراير. وده شكل طبعا الغرفه زي ما انتم شايفين كده. دخلت البطاطين هي كمان، كانت بقى اتشمست كده وتهوت فدخلتها. وفرشت بقى السجاد زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ده كان شكل الغرفه. عايزه بقى رايكم كده، انا بحاول يعني اغير على قد ما اقدر، يعني اغير بالحاجه اللي موجوده عندي. جبت الشمعه الحلوه دي برضو، قلت تدي منظر كده زي ما انتم شايفين. والمعطر ده بصراحه كنت اول مره استعمله، هي ريحته مش قويه قوي بس ريحته حلوه. المهم قلت مش مشكله على ما اجيب فريده، لان بصراحه فريده انا جربتها وريحتها حلوه قوي قوي. المهم بقى هحط كده على المخدات وعلى البطاطين وعلى الستاره وبرضو على السجاده عشان الغرفه كلها تبقى ريحتها حلوه.
خلاص بقى نضفت الغرفة يا بنات وعطرتها، وبقيت الشقة برضو نضفتها وعطرتها وخليتها زي الفل. ببتدي بقى اقفل الشيش، مش بقفله خالص لان انا بصراحة شتاء او صيف بحب برضو يعني شقتي تبقى دايما متهوية زي ما انتم شايفين كده. المهم بقى خلاص خلصت الغرفة، هبتدي اطفي النور. وطبعا بقى كنت حطيت في الوقت ده الكوفرتات في الغسالة، وقلت طبعا بعد ما الغسالة يعني تخلص اسيبها ترتاح ساعة كده، واحط الملايات هي كمان اغسلها، لان طبعا احنا في شتاء مش عايزين بقى يبقى فيه هدوم في الباسكت كتير، لان زي ما قلت لكم الجو بيبقى متقلب من وقت للتاني كده، ممكن الشمس تطلع وساعه كده تلاقي الجو بيمطر، فطبعا اي حاجه نشيلها بقى على طول نغسلها. قلت بقى اجهز الغدا كمان، وعايزه اعمل بقى غدا سريع كده وكمان يكون الولاد برضو بيحبوه وما ياخدش مني اي وقت. قلت بقى اعمل النهارده مكرونه، انا عندي الولاد بصراحه بيحبوا المكرونه الاسباجيتي. المهم ان انا كنت عايزه اعمل المكرونه بثوم بس، لكن الولاد قالوا لي لا اعمليها ببصل، فرحت مقطعه بصله وشوحتها بقى مع الثوم، وبعد كده طبعا نزلت بقى بمعلقه من الصلصه. الصلصه لما بتكون موجوده عندي بحط، مش موجوده خلاص ما بحطش. ونزلت بقى بالطماطم، وبحب بقى بصراحه على الصلصه بتاعه المكرونه احط زعتر، وطبعا حطي بقى التوابل اللي انت بتحبيها. طبعا لما بحمر البصله وكمان معاها الثوم بحط معلقه كده من الخل، برضو بتخلي الصلصه بتاعه المكرونه طعمها حلو قوي قوي. المهم بقى طبعا هسيب بقى التسبيكه تتسبك براحتها. وكنت كمان سلقت المكرونه، كان عندي بقى جوافه، فقلت بقى اجيب الخلاط كده احط فيه ميه واحط كمان نص ليمونه. انا بحب احط على عصير الجوافه اعصر عليه ليمون واضربه في الخلاط، وبعد كده بصفيه زي ما انتم شايفين كده. اضربي الجوافه بالبذر بتاعها، ما ترميش البذر، لان البذر هو اللي بيخلي الجوافه تقيله كده، سمكها تقيل وبيبقى طعمها حلو قوي قوي. بعد ما تضربيه في الخلاط مفيش مشكله يعني، صفيه زي ما انتم شايفين كده. المهم بقى خلاص ضربت عصير الجوافه زي ما انتم شايفين، وطبعا نص الليمونه اللي بحطه بيخليها طعمها حلو قوي قوي. انا بصراحه مش كل العصير بحب اعمله بلبن، انا بحب اعمله بميه. المهم بقى كنت سلقت بيض كمان، وحطيت بقى معلقه من السمنه البلدي زي ما انتم شايفين كده، وكمان معلقه صغيره من الزيت، وهبتدي بقى احمر البيض. عايزه اقول لكم البيض اللي متحمر ده في السمنه البلدي بيبقى طعمه حلو قوي قوي. وكمان بقى هقلي بطاطس، وقلت كده غدا سريع وبيبقى طعمه حلو، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص بقى يا بنات خلصت الغدا، فقلت كمان احط بقى عصير للولاد. وعايزه اقول لكم بقى ايه رايكم في الرخامه كده، انا حبيت يعني اقدم عليها الغدا، قلت بس كتغيير، فعايزه رايكم. وطبعا الليد اللي انا حطاه كده حلو ولا ارفعه فوق؟ عايزه رايكم طبعا عشان رايكم بيهمني يا بنات. المهم بقى حطيت العصير زي ما انتم شايفين كده، وخلاص الغدا بتاعنا جاهز، ربنا يا رب يديم علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. كمان حمرت البيض وهحط عليه بقى ملح وفلفل، وكمان هنا البطاطس برضو حمرتها واحط عليها بقى ملح وكمون. وطبعا ممكن تحطي شطه بس انا ما بحطش شطه عشان الولاد. وخلاص ده كان الغدا بتاعنا. عايزه اقول لكم بقى طبق البسله اللي انتم شايفينه ده كان عندي في التلاجة من قبلها بيوم يعني، فطبعا حرام نرمي حاجه، دي نعمه ربنا، فسخنته وحطيته برضو مع الاكل واتاكل بالف هنا. وكان عندي بقى جرجير وبصل اخضر، وده كان الغدا بتاعنا، غدا كده سريع وسهل وبيبقى طعمه حلو، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. بصراحه يا بنات لما بكون حاسه ان انا عملت مجهود في الشقه ومش قادره يعني اعمل حاجه، بعمل الغدا اللي انتم شايفينه ده، بيكون كده سهل وسريع وما بياخدش مني اي وقت، وكمان بصراحه الولاد بيحبوه. المهم بقى هقدم الغدا، اتغدينا الحمد لله، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. قلت كمان بقى اشطب المطبخ كده، ما هو ما كانش بصراحه في مواعين كتير ولا حاجه، الاطباق اللي كان فيها المكرونه زي ما شفتوا، فالمواعين ما كانتش كتيره ولا اي حاجه. المهم كده نسمي الله ونستغفر ربنا ونصلي على الرسول، خصوصا بقى واحنا كده واقفين بنغسل المواعين، لان طبعا بنبقى خلاص خلصنا بقى كل اللي الولاد عايزينه، فبنبقى واقفين كده في المطبخ بقى لوحدينا، فدايما كده استغفري ربنا وصلي على الرسول. وطبعا لو بتتمني اي امنيه ادعي ان ربنا يحققها لك، لو فيها خير ولو فيها شر ربنا يبعدها عنك، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان طبعا ما ننساش ندعي لاولادنا ربنا يهديهم ويبارك فيهم ويجعلهم من الصالحين، ولادي وولادكم اللهم امين يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، امين يا رب العالمين. المهم بقى حطيت الصابون زي ما انتم شايفين كده، طبعا العلبه اللي انتم شفتوها دي ده كان صابون للايدين، المهم كانت خلصت فقلت احط فيها صابون بتاع المواعين، ولما اعوز احط فيه البوله زي ما انتم شايفين كده. حطيت بقى الصابون، طبعا بيبقى عليه ميه، وساعات لما بيكون عندي ليمون بحط نص ليمونه او شويه من الملح. والمهم بقى هغسل المواعين زي ما انتم شايفين كده. وطبعا اول حاجه عملتها زي ما قلت لكم يا بنات، سميت الله كده وصليت على الرسول، وهبتدي اغسل المواعين وبرصهم بقى في الصفايه. وطبعا بعد ما بيصفوا برجع كل حاجه مكانها. انا بصراحه يا بنات لسه بقى منضفه المطبخ ومخلياه زي الفل، فعايزه بقى يعني احافظ على التنظيفات اللي انا عاملاها في المطبخ وفي شقتي كمان. المهم بقى المواعين كلها هغسلها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده برصها في الصفايه، ولما بتصفي برجع كل حاجه بقى بنظام، عشان انا لسه بصراحه منضفه المطبخ ومخلياه زي الفل. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان تخلصي كل اللي وراكي من غير ما تحسي انك تعبتي.
خلاص بقى غسلت كل حاجه كده طبعا مكان ما اكلنا، وكمان الوك يعني اللي كان فيها بقى، اللي فيها بطاطس، الحاجات يعني اللي انا استعملتها. المهم ان انا هغسلها بقى واسيبهم يصفوا وارجع كل حاجه مكانها. وكمان بقى غسلت المعالق برضو، بحطها بقى في الدرج بتاع المعالق. طبعا الدرج بتاع المعالق برضو غسلاه ومنضفاه ومخلياه زي الفل. الصينيه دي بصراحه بناكل عليها، فبغسلها وانضفها وارجعها مكانها. خلاص بقى يا بنات خلصت المواعين. جبت بقى اسبونشه دي مخصصاها للحوض وكمان الرخامه والبوتاجاز. المهم ان انا دعكت الحوض زي ما انتم شايفين كده، والحنفيه وكمان الرخامه، ونضفت البوتاجاز وخليته زي الفل. بعد كده بقى هجيب الطبق اللي انا بحطه تحت الصفايه ده، يوميا بغسله وانضفه عشان يعني ما يعملش اي روايح، وما يكونش كمان فيه ميه من الميه اللي بتنزل من المواعين لما بكون رصاها في الصفايه. غسلته بقى ونضفته زي ما انتم شايفين كده، وكمان نضفت الرخامه والحوض بتاعي. اهم حاجه ان انا انشف الحاجه اللي انا بمسحها. جيت بقى على الرخامه التانية، بما اني برضو يعني قدمت عليها الاكل، قلت برضو امسحها وانضفها عشان تبقى نظيفه وما عليهاش اي حاجه كده. وبرضو جيت على البرطمانات اللي هي بتاعه السكر والشاي، وقلت برضو امسحهم وانضفهم كده. الفوطه في ايديا نظيفه وزي الفل، فقلت برضو اي حاجه كده قدامي ابتدي امسحها وانضفها واخليها زي الفل. هنا بقى بقول لكم يا بنات، ايه رايكم في الرخامه دي؟ يعني اصور عليها ولا الرخامه دي؟ انا بصراحه بحب الرخامه اللي انتم شايفينها دي، بحس ان الاضاءه عليها اكتر وبحس ان انا مرتاحه عليها. المهم انا وريتكم الرخامه دي والرخامه اللي ورايا. طبعا شلت من عليها الاستيكر، فحسيت ان هي كده شكلها احلى بكتير، وطبعا بتبقى سهل عليا ان انا انضفها. الكوفرتات بقى كانت اتغسلت، وكمان ريحت الغساله كده ساعه. حطيت الملايات هي كمان غسلتها ونضفتها، وقلت بقى انشرها. بصراحه كان عندي علبه جبنه، الجبنه دي بتبقى يعني بشتريها كده من عند اللبان، بتبقى جبنه ملح خفيف. قلت احطها في علبه، لان الجبن السايبه دي او اي جبنه بصراحه بجيبها لما بحطها في علبه وبغطي عليها بحس ان هي بتعيش اكتر. كان عندي بقى الفينو ده، طبعا الفينو يعني على طول موجود في كل بيوتنا، فانا ما بحبش ارمي حاجه. فطبعا الفينو ده لما بيفيد عندي بعمل فيه ايه؟ بقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبولع الفرن من فوق ومن تحت، وببتدي احمصه. وبعد كده بعمله بقسماط زي ما انتم شايفين. احط بقى عليه فيجيتار ودقيق وكمان نشا وشويه توابل. طبعا كل الكلام ده كان معمول عندي وكنت حاطاه في كيس. فقلت خلاص هجيبهم بقى احطهم على الفينو اللي انا ضربتهم في الكبه زي ما انتم شايفين كده، واقلبهم مع بعض واخليهم بقى البانيه لاي حاجه محتاجه طبعا بقسماط. والحاجات اللي انتم شايفينها دي ابتدي اطلع يكون جاهز عندي. المهم طبعا ضربت الفينو كله بقى في الكبه. بصراحه الكبه سهلت عليا، ضربت بقى الكميه كلها. اهم حاجه تكوني محمصه الفينو عشان طبعا ينضرب بكل سهوله. خلاص بقى خلصت الكميه اللي عندي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى زي ما قلت لكم، كان عندي في كيس فيجيتار سايب بجيبه من عند العطار، عليه نشا وعليه دقيق وعليه كمان توابل. هقلب بقى كل يعني الخلطه دي مع بعضيها واحطها في علبه. وزي ما قلت لكم بقى تنفع لبانيه لاي حاجه يعني محتاجين فيها بقسماط. خلاص بقى قلبت كل حاجه على بعضيها زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كميه حلوه ازاي. طبعا كل ما بخرج بصراحه بجيب فيجيتار من العطار، بجيب الحاجه اللي انا اكون محتاجاها وتكون دايما جاهزه عندي، عشان بحيث يعني لما اكون محتاجه حاجه زي كده ابتدي اطلع منها على طول. جبت بقى العلبه طبعا مغسوله ونظيفه وناشفه، ما فيهاش ولا نقطه ميه. هبتدي احط فيها الخلطه اللي انا عملتها دي. طبعا طلعيها لاي حاجه، البانيه، لفراخ مقرمشه، اي حاجه هتنفع. المهم طبعا هي جاهزه عندي، مش محتاجه ان انا احط بقى عليها اي حاجه. المهم بقى هقفل طبعا العلبه، وهبتدي بقى بصراحه كنت جايبه كريسبي. الكريسبي ده برضو ينفع اقلبه مع الخلطه اللي انا عملتها، ولكن انا بحب احطه في برطمان لوحده. طبعا هو بيبقى بصوا قطع صغيره كده، فانا حابه انعمه شويه في الكبه، فهحطه في الكبه وابتدي انعمه. ده برضو بتعملي بيه بانيه، بتعملي بيه اي حاجه. وزي ما قلت لكم ينفع تقلبيه في الخلطه اللي انا عملتها، ولكن انا بصراحه بحب احطه في العلبه لوحده. ولما اجي بقى اخد من الخلطه اللي انا عملتها اللي هي عباره عن الفينو والفيجيتار والدقيق والنشا، اخد معلقتين من الكريسبي ده. المهم ان انا هضربه وانعمه. انا بحبه بصراحه انعمه زي ما انتم شايفين كده. برده بينفع للبانيه، بينفع للفراخ المقرمشه، بينفع للحاجات اللي احنا بنقليها وبنبقى محتاجين نحط عليها كفر. خلاص بقى نعمت الكريسبي زي ما انتم شايفين كده يا بنات. هبتدي احطه في برطمان. انا بصراحه كل ما بخرج بجيب ب10 بجيب ب20. المهم ان انا لما بجيبه بضربه في الكبه وانعمه واحطه في برطمان زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا بنات الخلطه دي بصراحه انا بحب احتفظ بيها في التلاجة. ليه؟ لاني يعني مش معقول كل يوم هنعمل بانيه او فراخ مقرمشه، فطبعا بتقعد وقت طويل عندي، فبحطها في التلاجة. المهم بقى ان انا مسحت الرخامه بتاعتي وكمان البرطمانات، وهدخلها بقى على التلاجة عشان اكون مدخلاها على التلاجة كده نظيفه وزي الفل. جبت بقى المنظم اللي انا حاطه فيه الهاند بلندر وكمان الكبه، قلت امسحه كده وانضفه واخليه زي الفل، بما اني يعني استعملت الكبه وكده كده همسحها. فجبت بقى الهاند بلندر، المضرب زي ما انتم شايفين كده. برده قلت كل حاجه امسحها، الفوطه في ايديا امسحها. طول ما انت منضفه الاجهزه بتاعتك هتعيش عندك وهتفضل نظيفه وزي الفل. مسحت بقى كل حاجه وكمان الكبه. مش معنى ان انا استعملتها مثلا استعمال خفيف اقول لا مش همسحها، لا، لازم كل حاجه طالما استعملتيها تمسحيها وتنضفيها عشان تحافظي عليها تقعد وقت طويل عندك، وكمان تفضل نظيفه وزي الفل. بس دايما كده
وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها. وبكده بقى يا بنات اليوم بتاعي كان خلص، فقلت كده اعمل لي فنجان قهوه. طبعا عايزه رايكم في الفيديو عشان رايكم يا بنات بيهمني جدا جدا. ما تنسوش اللايك وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. وما تنسوش طبعا الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. كان عندي بقى بصراحة كنافة وكمان عندي بسبوسة. أنا بحب بصراحة القهوة أشربها جنب التمر أو الشوكولاتة، ولكن ما كانش موجود عندي غير البسبوسة والكنافة، فقلت ربنا يا رب يديمها علينا نعمة، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنسوش اللايك أحبابي، بحبكم في الله. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.